برج الأسد. حبايب برج الأسد، هتكلم معاكم عن حلقة تمثل لكم الأيام الأكثر حذرا أو الأكثر خطورة خلال شهر مارس 2024. الأيام اللي بتعدي علينا وبيحدث فيها مستجدات ليست على الهوى، أو تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. الأمثلة دي اتوجدت للأيام اللي زي دي. طيب هل الأيام دي لما احنا نتكلم عنها هل هتبقى صعبة؟ ما دام عرفت ان الايام دي صعبه هتتجنب، خاصه هقول لك صعبه من اي ناحيه، من العائله، من مشاعرك، من شريك الحياه، وكل فتره ليها حياتها وطريقتها. هتكلم معاكم بالتفصيل عن تلك الفتره والايام الاكثر حظا، وهم معانا 7 ايام خلال هذا الشهر. لكن تنويه كده الناس اللي بتتابعنا، ما تبخلوش علينا بالاشتراك، اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ده انت لو حابب ان انت تشوفنا تاني، اشتراك وتفعيل الجرس. لو عايز تعرف الحقيقه، يعني اللي عايز قراءه خاصه بعمل قراءه مكالمه مباشره، بعرفك كل شيء. ساعات بيبقى بلاوي لا تعلم عنها شيئا، نوايا الناس حواليك، مشاعر شريك الحياه، السنوات القادمه بالنسبه لك، كل شيء. اللي عايز قراءه يتواصل على رقم الواتس، ونبدا في حلقه هامه في حياه حبايبي برج الاسد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برج الاسد، الايام الاكثر صعوبة خلال، مش هنقول الأكثر صعوبة خلال شهر مارس 2024. نبدأ ومعانا أول يوم. طيب هي افتتاحية بس كده، لكن لغاية منتصف اليوم تلاقي بعد كده الدنيا بقت أفضل بكثير، هكون أنت الأكثر حظا، لكن نعدي النص اليوم الأولاني كده. تمام؟ ليه؟ هيكون عندك جزء من العصبية، جزء من التوتر. القمر في برج العقرب، ده بيتك الرابع، والبيت الرابع صعب. البيت الرابع الذي يمثل لك في حياتك الطوارئ والمستجدات، يمثل لك المواجهات مع الدائرة المقربة، يمثل لك بحثك عن الرضا. يعني تلاقي نفسك لو انت في مشكلة بتتحمل وتتحمل، وبتيجي ما بتقدرش تتحمل. كلمة ما بتقدرش تتحمل بتيجي طبعا في يوم، طب اليوم ده هيبقى يوم واحد، ده لو انت متحمل قبلها. واصلكوا الفكرة؟ يعني هو ده اليوم اللي بيظهر فيه، او ما بتقدرش بتوصل لعدم التحمل، فبتنطلق بقى بتعيش. فتلاقي نفسك بتقول اللي انت عايزه، الدنيا بتبوظ، الدنيا مش عارف ايه، ما بتقدرش تتحكم، خاصة مع الناس المقربين. علشان كده اليوم ده نحذر منه، عصبية زيادة، مواجهات ممكن. زي ما قلت كده، ممكن ايضا خلال اليوم نوعا ما يحدث مشكلة مع حد من او ممكن حد من العمل، حد معاك في العمل. يعني ناخد بالنا كويس جدا يا جماعه، خاصه اللي عايش في دولته مش مغترب يعني. تمام؟ اللي عايش في دولته الاصل هو ده اللي ممكن يكون كمان اكثر تعرض، لكن المغترب بره الامور مش هتبقى طبعا تطاقه، عشان بس بجيب لكم المختصر يعني. طيب تاني يومين، يوم 7 ويوم 8. ليه؟ اليومين دولت فيهم مرحلة الأكثر صعوبة نتيجة لوجود القمر في بيتك السابع. بصوا الدائرة الفلكية، أي برج البيت السابع بالنسبة له هو بيت صعب، لأنه المقابل ده البيت المقابل في الدائرة الفلكية بالنسبة لك، فالمقابل هو بيقف لك، اللي هي الدنيا يعني زي ما يكون كده سد، في مشكلة، في توتر، في طاقة سلبية، في حاجة بغمامة كده عليك. تمام؟ أنا بقول لك بطريقة مبسطة يعني. فالبيت السابع هو يمثل لك حياتك، شريك الحياة، زوجتك وزوجك، الرجل والمرأة. يعني الفترة فيها توتر ومشاكل مع الشريك لو ما خدناش بالنا. الفترة أيضا بتطل بكل وضوح وصراحة على إنهاء علاقات لو لم نحصل إنهاء علاقات، أو كشف للعلاقات السيئة، أو اكتشاف لأمور كانت تدار ضدك، أو اكتشاف أمور على شريك الحياة لم تكن تعلمها. هتزداد الشكوك، هتزداد التوترات، هيزداد القلق نوعا ما في العلاقة. من الممكن أن يحدث شيء خلل في العلاقة لو العلاقة مش كويسة. نحذر يا جماعة خلال تلك الفترة. أيضا في الشراكات المهنية، لو معاك حد في الشريك، أو حد مشغله معاك في مكان
نحذر خلال اليومين. طيب يومين آخرين خلال هذا الشهر يوم 17 و 18 دول ليهم أمر خاص جدا، لأن 17 و 18 يمثلوا لك البيت ال 12. البيت ال 12 ده هو أضعف البيوت، هي مواجهة الأمر الواقع، هي شعورك إنك لوحدك، شعورك إنك مش قادر تتعايش مع أوضاع أنت للأسف مستحملها. فترة سيكون لسانك رصاص لن تستطيع أن تستمر على أمر ما. أيضا خلال المرحلة تشعر بأنك تريد الذهاب والرحيل. خلال الفترة احذر من الخسائر المالية أو التسرع في وضع مالك في مكان ما. يشير أيضا المرحلة إلى نوعا من تعرضك أو شعورك أنك اتعرضت للظلم، اتعرضت للمشكلة، اتعرضت لأمر ما تعبك نفسيا. نحذر يا جماعة خلال اليوم، فالطاقة لن تكون مناسبة نهائي في انك تصنع شيء. فترة حساسة جدا، نحاول ان احنا ناخد بالنا منها. اذا يوم 17 و 18 هي من اضعف الفترات. نأتي في الاخير ونرجع مرة اخرى. طبعا الدايرة القمر بيلف وبيرجع تاني، هي دورة بتيجي وبيرجع تاني لبيتك الرابع، واللي قلته في البداية يجب ان نحذر منه ايضا اخر او اليومين الاخر يوم 27 و 28. لكن الفترة هتكون بزيادة لان المريخ ينتقل بداية من يوم 23 الى برج الحوت، وده بالنسبة لك بيت يمثل لك مشاغل كبيرة جدا. فنحذر كثيرا يوم 27 و 28 حتى لا تتفاقم الامور قوي، خاصة مع العيلة، في بيت العيلة، في الدائرة المقربة، في الناس اللي في بينك وبينهم هنقول بيزنس او مال او مصالح او شراكات في حاجه، تمام، او حتى ورث. يعني ناخد بالنا اليومين دول 27 و 28 فتره حساسه جدا. نمسك العصا من المنتصف، بلاش نكون صرحة قوي، بلاش عشان انت ممكن زي ما قلت دايما انت يا برج الاسد صريح جدا، واللي على لسانك او اللي على قلبك بيبقى على لسانك. نحذر خلال اليومين حتى لا تتفاقم الامور. اذا الايام مرة ثانية، ويوم 1 يوم 7 يوم 8 يوم 17 يوم 18 ويوم 27 و 28. ادينا عرفنا الايام الاكثر صعوبة، وشرحت ليه صعوبة في ايه بالظبط عشان نتجنب ان احنا نواجه في امر ما في تلك اللحظات على حسب الايام اللي انا قلت عليها. نستمع جيدا للحلقة وتكون معانا حتى يعني نتذكر في قدوم الايام، نسمعها عشان نعرف ايه اللي ممكن يحصل واحنا نتجنب ازاي المشاكل. عايد تاني التنويه، الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحه اشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ده انت لو حابب ان انت تشوفنا تاني. لا قراءه خاصه، بعمل قراءه مكالمه مباشره الساعه 2 3 بامر الله، بعرفك كل شيء عن حياتك، السنوات القادمه، السنوات الاكثر حظا كل شيء. اللي عايز قراءه يتواصل على رقم الواتس. يا رب كده حبايبي برج الاسد، جمال ابراجكم ده وامان. السلام عليكم.